أيقظه الأسى. ليس الأسى الذي أحسه صباحا وهو أمام جثة صديقه، وإنما الغمامة اللامرئية التي كانت تضمخ روحه بعد القيلولة، والتي اعتبرها خواطرا إلهية بأنه يعيش آخر أمسياته. لم يكن يعي حتى بلوغه سن 50 حجم أو وزن أو حالة أحشائه، وشيئا فشيئا وفيما هو يرقد مغمض العينين بعد القيلولة اليومية بدأ يشعر بأحشائه في جوفه جزءا جزءا. بدأ يحسن حتى بشكل قلبه المسهد وكبده الغامض وبنكرياسه الكتيم، وراح يكتشف أن جميع الناس بما فيهم أولئك الأكبر منه سنا كانوا أصغر منه، وأنه الوحيد الذي على قيد الحياة من بين أبناء صور جيله النائي. وعندما تنبه إلى حالات نسيانه الأولى سارع لاستخدام طريقة سمعها من أحد أساتذته في مدرسة الطب: من لا ذاكرة له فليصنع ذاكرة من الورق. لكنها لم تكن سوى وهم زائل، إذ وصل إلى أقصى درجات النسيان بنسيانه ما تعنيه ملاحظات التذكير التي كان يدسها في جيوبه، وصار يزرع البيت بحثا عن نظارته التي يضعها على عينه، ويعيد أدراج المفتاح بعد أن يكون قد أقفل الباب، ويضيع خيط القراءة بنسيانه مقدمات البراهين وأوصاف الشخصيات. لكن أكثر ما كان يقلقه هو ارتيابه بقدرته العقلية ذاتها، وشيئا فشيئا في غرق محتم كان يشعر بأنه يضيع معنى العدالة. ومن خلال التجربة وحدها وذلك دون مرتكزات علمية، كان الدكتور خوفينال أربينو يعرف أن معظم الأمراض القاتلة لها رائحة خاصة، لكن أي منها ليس محدد الرائحة كما هو داء الشيخوخة. كان يلمس ذلك في الجثث المفتوحة على طاولة التشريح، ويعترف حتى في أكثر المرضى إتقانا في إخفاء سنهم الحقيقي، وفي عرق ثيابه بالذات، وفي التنفس الأعذى لزوجته النائمة. ولولا أنه كان في أعماقه مسيحيا على الطريقة القديمة، فربما كان قد أنفق مع جيرما دي سانت أمور: الشيخوخة هي حالة تردد يجب أن تفاديها مسبقا. إن العزاء الوحيد حتى بالنسبة لمن كان رجلا جيدا في السرير مثله هو الانطفاء البطيء والرؤوف للرغبة، السلام الجنسي. لقد كان هو في 81 يتمتع بوعي يجعله يدرك أنه مشدود إلى هذا العالم بخيوط واهية، وقد تنقطع دون ألم بمجرد حرجة بسيطة أثناء النوم. وإذا كان يفعل كل ما يمكنه للاحتفاظ بتلك الخيوط فذلك لخوفه من أن لا يجد الرب في ظلمات الموت. كانت فيرمينا داسة قد انهمكت في ترتيب حجرة النوم التي عاش فيها رجال الأطفاء، وقبيل الساعة 4 بقليل حملت إلى زوجها كأس الليمونادة اليوم مع الثلج المكسر، وذكرته بأن عليه أن يرتدي ملابسه ليذهب إلى الجنازة. كانت تحت متناول يد الدكتور هذا المساء كتابان اثنان: هو الإنسان ذلك المجهول لأليكس كارل، وتاريخ سان ميشيل لأسكسيل مونس. ولم يكن الكتاب الأخير قد فتح بعد، فطلب من دييغا باردو الطاهية أن تأتيه بفتاحة الكتب العاجية التي نسيها في حجرة النوم. ولكن عندما جاءوه بها كان قد بدأ القراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهول في الصفحة المعلمة بمغلف الرسالة. كانت لا تزال أمامه بضع صفحات قليلة لإنهاء الكتاب. قرأ بتمهل، شاقا الطريق عبر منعطفات نقطة ألم في الرأس عزاها إلى نصف كأس البراندي الذي شربه في النخب الأخيرة. وفي وقفاته عن القراءة كان يتناول رشفة من الليمونادة أو يتمهل في قضاء قطعة من الثلج. كان لابسا جوربيه وقميصه دون وضع اللياقة المنفصلة، فيما حمالة البنطالان المطاطيتان بخطوطهما الخضراء تتدليان على جانبي خصره. وكان يزعجه مجرد التفكير بأن عليه استبدال ملابسه من أجل الجنازة.
ما لبث أن توقف عن القراءة ووضع الكتاب فوق الكتاب الآخر، وبدأ يتأرجح على مهل في كرسي الخيزران الهزار، متأملا من خلال الأسى شجيرات الموز في مستنقع الفناء، وشجرة المانجا منتوفة الأغصان، ونمل ما بعد المطر الطيار والضياء الفاني لمساء آخر ينقضي إلى الأبد. كان قد نسي أنه كان يملك ببغاء في أحد الأيام، وأنه أحبها كما يحب كائنا بشريا، عندما سمعها فجأة تقول ببغاء ملكي. سمعها قريبا جدا منه إلى جواره تقريبا، ثم رآها في الحال على أوطأ أغصان شجرة المانجا، فصرخ بها عديمة الحياء، وردت الببغاء بصوت مطابق تماما: عديم الحياء هو أنت يا دكتور. تابع الحديث معها دون أن يرفع نظرة عنها، ريثما لبس جزمته بحذر شديد حتى لا يخيفها، ودس يديه في حمالتي البنطال، ونزل إلى الفناء الذي ما زال موحلا، متلمسا الطريق بعكازه كي لا يصطدم بدرجات المصطبة الثالث. بقيت الببغاء دون حراك، وكانت تقف على ارتفاع منخفض جدا، لدرجة أنه مد لها العكاز لتقف على قبضته الفضية كما تفعل عادة، لكن الببغاء أعرضت عنها، قفزت إلى غصن مجاور أعلى قليلا، لكن الوصول إليه أسهل، حيث كان السلم الخاص بالبيت مسندا قبل مجيء رجال الأطفال. قدر الدكتور أوربينو الارتفاع، وفكروا أنه بارتقاء عارضتين من عوارض السلم سيتمكن من الإمساك بها. صعد الدرجة الأولى مغنيا الأغنية يعرفها كلاهما، ليشتت انتباه الطائر الفظ الذي كان يكرر الكلمات دون الموسيقى، ويبتعد على الغصن بحركات جانبية. صعد العارضة الثانية دون مشقة، وهو يمسك السلم بكلتا يديه، وبدأت الببغاء بترديد الأغنية كاملة دون أن تبدل مكانها. ارتقى العارضة الثالثة ثم الرابعة في الحال، إذ أنه أساء تقدير ارتفاع الغصن، وحينئذ تشبث بيده اليسرى بالسلم وحاول إمساك الببغاء باليمنى. كانت دينجا باردو الخادمة العجوزة قادمة لتنبيهه، إلا أنه يكاد يتأخر عن موعد الجنازة، فرأت ظهر الرجل الصاعد على السلم، ولم تكن لتصدق أنه هو لولا الخطوط الخضراء التي على حمالة البنطال المطاطية. صرخت: يا ربنا المقدس، سيقتل نفسه. أمسك الدكتور أوربينو بعنق الببغاء وهو يتنهد ظافرا. انتهى الأمر، لكنه أفلتها فورا لأن السلم انزلق تحت قدميه، وبقى هو معلقا لبرهة في الهواء. فأدرك حينئذ أنه قد مات دون قربان رباني، ودون أن يتاح له الوقت ليندم على شيء أو ليودع أيا كان. في الساعة 4:07 من مساء يوم أحد العنصرة، كانت فيرمينا داسة في المطبخ تتذوق حساء العشاء، عندما سمعت صرخة الرعب التي أطلقتها دينجا باردو، وجلبت خدم البيت ثم خدم البيوت المجاورة. ألقت بمعلقة التذوق وحاولت الركض بقدر ما استطاعت مع ثقل سنها الذي لا سبيل إلى هزيمته، صارخة كمجنونة دون أن تعرف حتى الآن حقيقة ما جرى تحت أوراق شجرة المانجا. وقفز قلبها مفتتا عندما رأت رجلها مطروحا على ظهره في الوحل ميتا في الحياة، لكنه ما زال يقاوم ضربات الموت الأخيرة ريثما تصل هي. تمكن من التعريف عليها وسط الحشد، ومن خلال دموع الألم التي لا تتكرر لموته من دونها، وتطلع إليها لآخر مرة وإلى الأبد بعينين أشد بريقا وأكثر حزنا وأعظم امتنانا مما رأته طوال نصف قرن من الحياة المشتركة. واستطاع أن يقول لها مع النفس الأخير: الله وحده يعلم كم أحببتك. كانت ميتا مشهودا، وليس ذلك من فراغ.